تخيل كده ضيف جاي لك بيتك ومفيش أي مسار إنه يمشي عشان يدخل، حضرتك تقعده في الصالون، هيعرف يدخل البيت عندك؟ هو ده اللي بنسميه مسارات الطاقة. لما بيكون عندك كراكيب، الطاقة هتجيلك منين؟ هو ده فكرة الكراكيب. يعني إيه كراكيب؟ حاجة ملهاش لازمة، حضرتك مكتر حاجات أساسا ملهاش لازمة. على فكرة مش لازم الكراكيب دي حاجة مفروض تترمي وانت شايلها، أي حاجة زيادة بتسمى عندنا في علم الطاقة كراكيب. يعني البيت اللي مليان عفش، مليان حاجات كتيرة قوي، دي كراكيب بالنسبة لنا. كراكيب الله دي شيك قوي، ماليش علاقة حضرتك شيك ولا مش شيك. انت ليه مش عامل مسارات للطاقة؟ انا ليه كل ما باجي امشي مش عارفة امشي؟ لما بتستخدموا تحت السرير الحيز ان انتوا تحطوا فيها حاجات وشنط، فين مسارات الطاقة اللي هتخليني وانا نايم اشعر بالارتياح؟ حضرتك كل ده موقف، زي ما يكون بالظبط موقف الاكسجين اللي انا ممكن اتنفسه. عشان كده كل مكان في البيت بتسحمه بيوقف فيه مسارات الطاقة. ما تسألش بقى على اكتر اوضة عندك زحمة ومليانة عفش ومليانة حاجات، ليه الأوضة دي بالذات لما بندخل فيها بنتخانق كتير وبيحصل مشاكل كتير؟ انت موقف كل مسارات الطاقة عندك في البيت في المكان ده. بلاش حاجات ملهاش لازمة. عايزين دايما طاقة بيتكم تبقى متجددة؟ عايزين تحسوا بالتقدير ويبقى ليكوا هيمنة ويبقى ليكوا اسم؟ هقول لكم على معلومة يمكن أول مرة تسمعوها. اوعى تعود نفسك إنك تستعمل حاجات قديمة أو مكسرة، عشان الكون بيتعامل معاك على إنك بترضى بقليلك، فهيجذب لك الناس اللي تقلل منك. الله، ما أنت بتحب القليل وبتحب المكسر وراضي بأي حاجة. حد يقدم لك أكل في طبق مقصور، حد يديك كوباية مية مش عارفة مشروخة، مش مشكلة. لا، حضرتك يوم ما هتقبل تستعمل الأشياء دي هتلاقي بعدها سيل من الناس اللي جاية بتديك هدية ملهاش لازمة، مش بتقدرك، بتعمل شغل تلاقي تديك فلوس أقل ما تستحقها. خلاص الكون هيتعامل معاك على إنك شخص لا تستحق. اوعى تقبل إنك تكون قليل أو حد يقدم لك حاجة ما تليقش بيك. هل أنت بتشعر بطاقة سلبية؟ حاسس إنك مخنوق ومتضايق وعندك ذكريات مش قادر تتخلص منها؟ في ناس بتقول لي كده، أستاذة إحنا ما بننساش، في حاجات مش قادرين ننساها. أفتح الموبايل بتاعهم ألاقيها مليانة صور وذكريات للشيء اللي مش قادرين ينسوه. إيه يا جماعة؟ إحنا قلنا حتى في فك التعلق لازم ترمي كل الأشياء اللي ليها علاقة بالموضوع ده. حضرتك انفصلتي من علاقة، ارمي كل الصور. في ناس تجيب لي الصورة تروح مقطعاها قصها 2، لا ما تقصيهاش، حضرتك تخلصي منها، تخلصي من الذكريات، تخلصي من الهدايا اللي كان بينك وبين الشخص ده، تخلصي من آثار الشيء ده، تخلصي حتى من الأماكن اللي كنتوا بتروحوها مع بعض. عايزة تنسي، عايزة تتخلي عن الآثار، عايزة ترجع طاقتك سليمة وناسية، انسي كل الآثار دي بما فيها الصور، الذكريات، الأماكن، هتلاقي نفسك فوقتي بشكل جميل جدا. في ناس دايما بتكبر ولكنها محملة بعقد ومشاكل من الطفولة، دايما ما بتنساش مشاكل مامتها وباباها، دايما مش بتنسى حوادث حصلت لها وهي طفلة وهي صغيرة، حريق حصل في البيت، وفاة أحد الأشخاص، انفصال والدته عن والده، مشكلة كبيرة جمع فيها الناس بين مامته وباباه، أحداث كتيرة دايما كتير من الناس بيعيشوها لغاية ما يكبروا يقولك أنا مش ناسي. في علم الطاقة ربطت الناس دي بأشيائهم، اكتشفت إن الناس اللي ما بتتخلصش من طفولتها تلاقي معاها إيه؟ شنطتها وهي كانت في كي جي 1، الببرونه اللي كانت بتستعملها وهي عندها سنه، مش عارفه العقد اللي كانت مامتها ملبسه لها في اول سنه في عيد ميلادها. الاشياء اللي بناخدها معانا من طفولتنا او من بيت طفولتنا لغايه ما نكبر، حضرتك جايب الاشياء دي بكل عقد الطفوله، بكل مشاكل الطفوله. ما تسالش بقى انت حياتك ملخبطه ليه، انت طفولتك جواك معقداك من ايه. عايز تتخلى عن الطاقه السلبيه وكل الاشياء السلبيه اللي حصلت لك في الطفوله، ما تاخدش حاجه من الطفوله وانت ماشي معاك. الطفولة لوقتها وعدت، احنا دلوقتي خلاص كبرنا، ما بقيناش اطفال. حضرتك شايف ان احسن مكان او احسن حاجة تستعملها لهدومك القديمة هي المطبخ. حضرتك بتستخدم هدومك القديمة في مسح الارضيات
ونظافة المطبخ. عارفين قلنا قبل كده ان الهدوم دي شايلة طاقة سعادتك، فحضرتك اما بتمسح الارض بهدوم سعادتك فبتمرمط طاقتك في الارض وبتشتت طاقتك في الارض، تبقى خارج لا بيك ولا عليك، والمدام ماسكه التيشيرت بتاع حضرتك عماله تمسح بيه الشقه كلها، تلاقي عربيتك عماله تتخبط، تلاقي عندك مشاكل في الشغل، تلاقي حد بيتطاول معاك، حاجات كتيره بقى وانت ما تعرفش ان الهانم مبهدله طاقتك في البيت. هدومك القديمه طبعا مش هتتبرع بيها لانها قديمه ومقطعه، احنا ما بنتبرعش غير بالهدوم الطيبه، الهدوم الكويسه اللي ينفع انها تتلبس، انما الهدوم دي حضرتك تقصقصها كده وتتخلص منها بهدوء. بيسألوني كتير عن الباسكت اللي بنحط فيه القمامة، تمام؟ طيب ساعات ادخل بيت الاقي مليان باسكتات، انا مش هقول لكم لا، ولكن تفضل سايبه الباسكت ده لازم يتنظف كل يوم. يعني ايه؟ بدام نويتوا ان انتوا تحطوا باسكت في كل مكان يبقى لازم الباسكت ده يتفضى كل مكان، وبالليل مش الصبح. ما تبتديش يومك انك تفضي زبالتك، انسى الموضوع ده. بالليل بنطلع الزباله بره ولازم الباسكت يبقى فاضي. ومش لازم كمان لما نجيب باسكت نجيب الباسكت المفتوح، لازم الباسكت يبقى مقفول. ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ الباسكت ده بيلم او بيجمع كل الطاقات السلبيه، كانه كده زي المغناطيس. تلاقي دايما البيت اللي فيه باسكتات كتيره مليان زباله، سوري يعني، ومكشوفه، تلاقي البيت ده مهيبر، كله بيتخانق مع بعضه ومحدش متحمل للتاني كلمه، كل ما حد يتكلم كلمه التاني بيتخانق معاه. ليه؟ ما انتم مطلعين طاقات سلبيه في كل مكان، بسم الله ما شاء الله. عشان كده الباسكت ليه قوانينه، هتكتره يبقى مفضي كل يوم بالليل، يبقى الباسكت يبقى مقفول. أظن مفهومة.